السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، كيفكم؟ ربي يسعد اياكم يا رب من وين ما كنتوا بتابعونا، وحياكم الله في فيديو وحلقة جديدة بعد غياب طويل. بس الأمانة امبارح بعدني واصل من السفر. أنا للأمانة مبعد كثير عن الطيور، والدي هو اللي جالس يهتم في الطيور. فبصراحة بداية هذا المقطع أتمنى منكم دعوة طيبة لأن الله يوفقكم ويوفقنا يا رب، ويبارك لنا ويبارك لكم. اليوم رجعنا عند الطيور لنشوفها. للأمانة طلعت عندها الظهر تمام، مجرد اني بس طلعت عليهم ورجعت نزلت، وهلا رجعت طلعت مرة ثانية. فتبارك الرحمن، مثل ما عم بيقول لي الوالد في تطورات حلوة في الطيور، انه صاير في عندنا مجموعة حلوة من الطيور الحمد لله رب العالمين. راح نشوفهم حاليا مع بعض. فبتمنى ببداية المقطع مثل ما حكينا لكم تدعمونا في اللايك، وبعد دعوة طيبة منكم. الله يوفقنا ويوفقكم يا رب العالمين. صار عندنا تطورات حلوة في الطيور الباكستانية. الناس اللي بتحب تشوف الطيور الباكستانية، تعالوا بسم الله أول شيء ندخل على غرفة الإنتاج، على الشيء المهم. تبارك الرحمن، قبل ما نطلع لهون لبرا، انه شوفوا الأمانة الطيور خايفة مرعوبة، في حد غريب اللي هو أنا عم بتشوفه. فبسم الله ندخل. شوف تبارك الرحمن الباكستاني هذا، شوفوا الباكستانيين ما شاء الله. صار عندنا مجموعة طيبة من الطيور الباكستانية. في عندنا بعد هاي الهومرة بيضة، في عندنا بعد الريحانية هون تقريبا عندها بيض. تبارك الرحمن، وهذا فرخ ريحاني الله يبارك لنا فيهم يا رب. لسه للأمانة هاي أول مرة عم بستكشفهم الطيور معاكم. هاي المسود هون، المسويد، في فراخ مسويد قراقطة، وفي فراخ مسويد سود اظن، لا كلهم قراقطة. تبارك الرحمن، مسويد قراقطة ومثل ما حكينا فرخ ريحاني. وهاي الازواج اللي هي هون، واغلب الازواج تبارك الرحمن طالعة برا. فتعالوا بسم الله نقرب على الطور. طبعا في بعد ازواج ثانية. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. هذا النحاسي اللي اغلبهم صرناهم صيد. مع الاسف هذا الطير عم يجي بيقعد عندهم، وفي مرض نحاول انه نعزله، لانه للامانه على كلام الوالد انه جاب لنا امراض للطيور، وفي منها ماتت، ومنهم القرقاطي هذاك التعبان بسبب الطيور الغريبه. فتبارك الرحمن، خلينا نشوف نقرب على هي الازواج نوريكم عليها. شوفوا هذا مريض بعد بسبب الطيور المريضه اللي عم تجي عندنا. هدول الزوج الباكستانيات تبارك الرحمن، عندهم فرخين الله يبارك لنا فيهم يا رب. طبعا هذا المريض حاطينه هون تعالج. زوج الريحانيات تبارك الرحمن، زوج العجميات. طبعا تركيبة جديدة ركبها الوالد، الازرق على الاسود على السود عفوا، او العكس للامانة، لانه هذا انتاجنا. تبارك الرحمن، شوفوا هذا بعد زوج جديد. عفوا يا جماعة الخير، هذا الزوج من أول. أنا لسه بعدني معلق على هذا الزوج لأنه للأمانة عجبوني. زوج حلوين ومرتبين الله يبارك لنا فيهم. هون بعد عندنا زوج، أنا ما بعرف إذا هي تركيبة جديدة أو من الأزواج، لأنه على كلام الوالد إنه صاير عم يحضن أو عم يطلع الأزواج، بركبها في الأقفاص وبعدين برجعها لهنيك. شوف تبارك الرحمن. خلينا نقرب شوي على الطيور اللي هي هون. بسم الله لا اله الا الله، الله يبارك لنا فيهم. طبعا بعد تقريبا شهر وشي غياب عن الطيور عدنا لهم. شعور جدا حلو انه الواحد يجي ويشوفهم ويتابع حالتهم. هذا الطير مريض. طبعا الاجواء مغيمة، اجواء جميلة. تبارك الرحمن، المسويد مع الطيور الجميلة الله يبارك لنا فيهم يا رب العالمين. حبينا انه نعطيكم فكرة عامة عن الطيور وايش صار فيها، ايش التطورات اللي صارت عليها. طبعا على كلام الوالد انه بيطيروا، بس الامانة ماني حابب اطيرهم لانه ما بعرف صراحة هل انه في منهم ما بيطيروا ولا شيء، لاني صار لي فترة بعيد عنهم.
لهون حبايب قلبي ان شاء الله بنكون وصلنا لنهايه المقطع. بتمنى دعمكم يا جماعه الخير لهذا المقطع باللايك والتعليق واشتركوا وفعلوا زر الجرس ليوصلكم اشعارات على الفيديوهات الجايه. ان شاء الله ان شاء الله اننا مستمرين معاكم، دائما بنقول ان شاء الله اننا مستمرين معاكم نحو الافضل، وان شاء الله ان نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله ان نقدم لكم كل مميز وكل شيء حلو ورائع. وتحياتي لكم، كان معكم اخوكم عبد الحكيم من قناتكم قناة عالم الطيور. حياكم الله وبياكم، يا مرحبا بكم.